هي مصر عملت ايه للشباب؟ السؤال ده بيتكرر كتير جدا، تيجي تتكلم مع اي شاب مصري يقول لك مصر عملت ايه للشباب؟ من 2014 ومصر ابتدت تهتم بالشباب لانهم بيمثلوا 60% من المجتمع المصري، وحطت الشباب على راس اولوياتها لان هم دول مستقبل مصر. سنه 2013 اطلق الرئيس السيسي مبادره لتاهيل الشباب للقياده. هدف البرنامج كان تكوين شبكه قويه من الكفاءات الشبابيه عشان تكون مؤهله بعد كده للعمل السياسي والاداري والمجتمعي بالدوله. سنه 2016 كان عام الشباب. سنة 2017 أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، والأكاديمية دي هي المشروع القومي لبناء الإنسان وبناء الشاب المصري اللي هيقود مصر بعد كده. في نفس السنة اتعمل مؤتمر شباب العالم، وده حضروا حوالي 4000 شاب على مستوى العالم، وجم عشان يقولوا رأيهم ونظرتهم المستقبلية لأوطانهم وللعالم كله. هتقولي الدولة مركزة مع مجموعة معينة من الشباب وهم دول اللي ليهم الفرص كلها، واحنا كمواطنين عاديين او شباب مصريين ملناش فرصه. انا بقى هسالك سؤال، هل انت جربت تشترك في حاجه زي كده وهم رفضوك؟ هل انت ابتديت تطور من نفسك وتنمي قدراتك، ولا انت مستني الدوله تعمل لك كل حاجه، مستنيها تجوزك، مستنيها تصرف عليك، مستنيها تعمل الكلام ده كله؟ وانا بقول لك لو هتفضل مستني وقاعد مكانك ان الدوله تعمل لك حاجه، يبقى انت هتموت مكانك. العالم كله بيتطور من حوالينا، وانت لازم تبدا بنفسك وتشتغل على نفسك وتطورها.